بيان إلى الرأي العام إن الدولة الإيرانية طغت وتجبرت إلى درجة لم يعد يتحمل شعبها طغيانها وجبروتها، وخاصة بعد اغتيال الشابة جينا أميني التي قضت في ظروف غامضة وتحت التعذيب بعد أن تم اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق وبحجة عدم الالتزام بقواعد اللباس الإسلامي، مما أشعل الشارع الإيراني مطالبة بإنصاف المرأة في شخص جينا أميني والمطالبة بحريتهن. وعلى خلفية هذه الاحتجاجات فقد زجت دولة الملالي بالمئات من المحتجين في سجونها، وخاصة في سجن أفين، حيث وفي 15/10 اندلعت نيران في سجن أفين، مما خلق حالة من الخوف والذعر بين السجناء وأهالي السجناء الذين يقفون خارج سور السجن. وأيضا تم إطلاق الرصاص الحي داخل السجن، وليس هناك أنباء عن عدد الضحايا داخل السجن. إن طغيان الملالي وصل به إلى حرق المحتجزين داخل السجون لكتم صوت الحق وإخماد نار الثورة التي أشعلت شرارتها بخصلات من شعر جينا أميني، والتي تحولت إلى ثورة شعبية وصل صيتها إلى أرجاء العالم. إن نجاح ثورة الشعب الإيراني ستؤدي إلى التخلص من هيمنة النظام الإيراني في المنطقة خاصة وفي الشرق الأوسط بشكل عام. ولكن وعلى ما يبدو أن النظام العالمي الحاكم في الوقت الحالي لا يريد تغيير أو إسقاط النظام في إيران. إننا تنظيم مؤتمر ستار ندين وبشدة ما يحدث في سجن أفين وقمع الاحتجاجات السلمية للشعب بأبشع الطرق اللا أخلاقية واللا إنسانية. لذلك نناشد الأنظمة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وجميع الأنظمة التي تدعي الحرية والديمقراطية بأن يساندوا الثورة الشعبية في إيران وإظهار حقيقة الحريق في سجن أفين ومقتل جينا أميني. عاشت مقاومة السجون، عاشت ثورة الشعب. جن جيانا آزادي، جن جيانا آزادي.